الآن في مطعم فتيش أمام أحد أروقة المعرض الدولي للكتاب في مدخل المعرض على اليسار. وقد زرت لواء الناشرون، وقفت عند منشورات الجمل واشتريت هناك مجموعة من الكتب المترجمة من الهولندية ومن ألمانيا وغيرها، وهي عظيمة الأهمية من حيث موضوعاتها ومن حيث الذين اشتغلوا في إعدادها والذين اشتغلوا في ترجمتها لمدة 2 و3 سنوات. وجلست مع صاحبها الذي حكى لي عن كل كتاب أخذت منه قصة ترجمته وصاحبه وعلاقته به وأهمية الكتاب. ما لا يوجد له نظير في بقية المكتبات الأخرى التي زرتها، وهي في معظمها كتب عادية، إما في التراث وإما في المعاصرة، ولكنها لا تمس عمق الثقافة في مسا عميقا. وأنا في هذا المطعم الذي يجتمع فيه الناس يتناولوا الشاي والمياه في هذا الجو الصيفي الماطر، والذي يبدو المطر فيه على الإسفلت وهو حديث العهد بالسقوط. هذه إذن جلسة صباحية في الساعة 1 زوالا في هذا المكان الذي أتناول فيه الشاي في مطعم فتيش. والقراء يمرون ما بين مطابة لكتاب أو مطابة لأكلة خفيفة أو متفسح في أرجاء المعرض يتفرجوا على الكتب ويقفوا عند الأكشاك التي تقدم المرطبات وتقدم المياه وتقدم الشاي.